تمويل السفن في قناة السويس لأول مرة منذ إنشاء قناة السويس. حدث تاريخي مهم جدا جدا ونقلة نوعية في الملاحة في قناة السويس، اللي بيعبر فيها سنويا ما لا يقل عن 23 ألف سفينة. شركة مينيرفا بانكرينج، ودي شركة متخصصة في تمويل السفن على مستوى العالم، نجحت في الحصول على رخصة من الحكومة المصرية للسماح لها بالبدء في نشاط تموين السفن. العملية اللي هتتم في ميناء بورسعيد وفي أماكن انتظار السفن. الحكومة وافقت فعليا على الرخصة، وبدأت الشركة فعليا تحرك ناقلة عملاقة عبارة عن ما يشبه محطة وقود، بتشيل 150 ألف طن. ويمكن أنا بعرض لحضراتكم أول فيديو حصري لمحطة الوقود العملاقة الجديدة الخاصة بتمويل السفن في قناة السويس. وزي ما حضراتكم شايفين كده في الفيديو، ناقلة عملاقة عبارة عن خزان بحري ضخم جدا بترافقه 5 قطع بحرية مزودة بأحدث تكنولوجيا تزويد السفن بالوقود اللازم. التانك اللي هو فيه 150 ألف طن، الوحدات البحرية أو السفن الصغيرة المرافقة ليه أو هي جزء من محطة الوقود، بيتم سحب الوقود وضخه عبر أنابيب عملاقة في السفن اللي هتيجي تموت. طبعا ده بيضيف قيمة عظيمة جدا لقناة السويس، لأن السفن دي كانت بتروح تمون في البحر المتوسط أو بتمون في القطاع الجنوبي في البحر الأحمر عند دول آسيا أو في أوروبا، لكن إن هي تيجي في هذه المكان أو في هذه المنطقة تحديدا وتمون، ده هو الجديد في هذا الموضوع. وزي ما قال تايلور بارون، وده الرئيس التنفيذي للشركة، قال ان هذه المنطقه منطقه واعده جدا وتتوسط حركه الملاحه البحريه العالميه، وان احنا بنخطط في المرحله الاولى لتمويل 8000 سفينه ضمن ال 23,000 سفينه اللي بتعبر سنويا. ودي فرص استثماريه واعده جدا، وهنتعاون مع الحكومه المصريه لتحقيق طموحاتنا وتوسعاتنا الاستثماريه في المرحله القادمه. الجديد ايضا في هذا الموضوع ان زي ما قلت لحضراتكم ان التانك وصل بالفعل، او الخزان الضخم ده وصل بالفعل، وده في الحقيقه احنا محتاجين بس يتعمل عليه تسليط اعلامي مهم من الدوله. وانا اعتقد ان الفريق اسامه ربيع رئيس هيئه قناه السويس، واحنا دايما معاه في الحقيقه، اعتقد ان هو هينظم يعني زياره اعلاميه لنرصد بدء هذا الحدث التاريخي على ارض الواقع، ونشوف السفن دي بتتمون ازاي، ونكشف للراي العام في مصر هذه الخدمه الجديده اللي يمكن حتى هذه اللحظه الحكومه لم تعلن عن القيمه الماديه لمنح ترخيص او رخصه لهذه الشركه. لكن بصرف النظر عن هذه القيمه، اعتقد ان ده من شانه جذب مزيد من العملاء والسفن للتمويل في هذه المنطقه. ايضا من شانه عمل قيمه مضافه للملاحه في قناه السويس، اللي يمكن بدات تتخلى عن دورها مجرد محصل للرسوم. وده شفناه في الحقيقه في تطور كبير جدا في الاداء داخل المجرى الملاحي. بدا يمكن بانشاء 10 جراجات جديده للسفن بمنطقه البلاح في منتصف المجرى الملاحي للقناه. ودي هدفها الجراجات الجديده دي ان هي لو في اي سفينه محتاجه يعني اصلاح او فيها مشكله يتم سحبها الى منطقه الجراجات، تخلص كل الصيانه اللازمه او الاصلاح اللازم، وبعد كده تستأنف حركه الملاحه بتاعتها بعد ما كانت بتتسحب في منطقه البحيرات او تتسحب عبر قطارات الهيئه الى القطاع الجنوبي في البحر الاحمر او القطاع الشمالي في البحر المتوسط. النهارده عندنا جراجات، ودي طبعا مقابل خدمات ومقابل فلوس مقابل عمله صعبه، بالاضافه لدخل قناه السويس. ده تطور نوعي في الخدمات في المجرى الملاحي زي ما قلت لحضراتكم. ايضا لدينا على
امتداد قناة السويس، يمكن منطقة المزارع السمكية العملاقة في أكثر من 4000 حوض سمكي. في عندنا الخدمات اللوجستية الخاصة بالسفن في منطقة